السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يوم من ايام رمضان الجميلة، وهنعمل النهاردة مع بعض وجبة فطار جميلة ولذيذة، وفي نفس الوقت تبقى حاجة مختلفة وسهلة وسريعة. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله بإذن الله كشري بالكبدة. بس طريقة الكشري النهاردة هتبقى مختلفة شوية وهتسهل علينا. وطبعا كالعادة هنتكلم واحنا بنعمل الأكل ان شاء الله على مواضيع مختلفة ومعلومات وحاجات تفيدنا وفي نفس الوقت تكسر روتين الأكل. تمام. أول حاجة إن شاء الله هنبتدي بيها، أو أنا ابتديت بيها اوريدي، إن أنا قليت بصل. جبت بصلاية صغيرة أو متوسطة، طرنشات. تمام. قطعتها وبعد كده رحت قليها بكل سهولة في الزيت من غير أي إضافات. طيب إزاي أخلي البصل بتاع الكشري يكون مقرمش ويكون آه مش طري كده ويكون مثلا شارب زيت؟ طبعا أنا هقلي البصل بكل سهولة في الزيت عادي خالص من غير أي إضافات. طيب بعد كده اول ما بطلع البصل من على النار ما احطوش فيه مثلا طبق فيه منديل مطبخ او ورقه مطبخ، لا، عشان ده هيخلي البصل يطرى. لا، انا هحط البصل في مصفى. البصل عشان يقرمش لازم يكون في مصفى. بصوا البصل، شايفين؟ شايفين صوت القرمشه؟ اولا منها المصفى بتنزل الزيت اللي في البصل الزياده، وثانيا طبعا البصل بيقرمش. طبعا انا عامله كميه على قد يعني برضو يستحسن ان هو ما يباتش. بصوا شايفينه مقرمش وحلو ازاي؟ طبعا وانتي بتقلي البصل بتبقي متابعاه عشان هو بيحمر بسهوله. تمام. طيب دي خطوه البصل. تمام، خلصناها زي ما قلت لكم. بصوا مقرمش ازاي، ونقليه بكل سهوله، ما بياخدش مننا اي حاجه. طيب تاني حاجه مكونات الكشري بتاعتنا اللي معروفه طبعا واللي المفروض ان احنا كلنا عارفينها، وهي سهله وسريعه، ولكن الطريقه هي اللي مختلفه المره دي. هحتاج مكرونه. طبعا انا هقول لكم المبدأ اللي هو الانواع، وانتوا الكميه على حسب اللي انتوا عايزين تعملوه. هنحتاج مكرونه اللي هي الصغيره خالص، اللي هي الخواتم دي، بس اللي هي الصغيره. وهحتاج مكرونه اسباجيتي. تمام. هحتاج شعريه، وهحتاج رز اللي هو المصري العادي الابيض، وهحتاج عدس بجبه. تمام. وكمان هحتاج حمص. الحمص بتاع الكشري يا جماعه يستحسن ان هو يبقى صغير بالمنظر ده. طبعا انت بتجيبي الحاجه مثلا قبلها بيوم او في نفس اليوم بس الصبح، او على الاقل لو انت يعني مشغوله قوي بتجيبيها مثلا قبلها بكام ساعه، وبتبلي الحاجات النواشف اللي زي كده اللي هي البقوليات، زي العدس وزي الحمص. بعد ما بتنقيهم وبتغسليهم بتبتدي ان انت تبليهم قبلها بشويه في ميه. طبعا انا كنت بلاهم وبعد كده صفيتهم. والكبده طبعا اللي هنحطها على الكشري ان شاء الله كبده عصافير عاديه خالص. بتروحي عند الجزار او المكان اللي بتتعاملي معاه، بتقولي له عايزه كبده عصافير. شايفين اهي؟ طبعا الكبده مغسوله ونظيفه. طب دلوقتي احنا قبل ما نبتدي في اي حاجه هنعمل ايه؟ هنتبل الكبده، لان الكبده بعد ما تتبل بتبتدي ان هي ايه، خلاص بعد ما تتبل بتبتدي ان هي تبقى جاهزه ان انا بشوحها وما بتاخدش اي مجهود مني. تمام. طب هنتبل الكبده بايه؟ تتبيله الكبده معايا بقى هنعمل ايه؟ اولا عندي ادي الكبده اهي. تمام. طبعا بعد ما بتبقى متنضفه وجاهزه على الاكل هبتدي ان انا احط فيها التوابل بتاعتي. اول حاجه هحط كزبره، معلقه من الكزبره، طبعا كله بمعلقه الايه اللي هي معلقه التوابل الصغيره. وكمان هنحط آه كمون. كبده بتحب الكمون جدا. ماشي، برضو معلقه كمون بمعلقه التوابل. وهنقيس على كده بقى. هنحط بصل بودر وتوم بودر ميكس كده. وكمان هحط فلفل اسمر، طبعا ده اساسي. ماشي. واكيد طبعا الملح، عصرة ليمون، ومعلقة خل. ولو عندك دقة يبقى يا سلام، لان الدقة حلوة جدا جدا في الكبدة. وكمان هنحط ايه، معلقة توم. وهنقلبهم وهنسيبهم شوية
في الكبده بحيث ان هي تشرب من التوابل دي، وبعد كده هنبتدي نشتغل فيه. لكن دلوقتي احنا هنشتغل في ايه؟ هنشتغل في الكشري. دلوقتي يا حبايبي احنا خلاص تبلنا الكبده زي ما قلت لكم، ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، بصل بودر، توم بودر، وايه تاني، وتوم وخل وليمون. ولو في دقه بقى اكرر فكره الدقه دي او نقطه الدقه دي حلوه جدا جدا. خلاص بنقلبها تقليبه حلوه، وبنبتدي ان احنا نسيبها بتبتدي ان هي تتشرب من التوابل، وبعد كده هنبتدي نشتغل فيها. هتتركن كده دلوقتي. تمام. طيب هنيجي بقى دلوقتي هنبتدي في الحمص. طبعا هنسلقه لان الحمص شويه بياخد وقت، بس طبعا طالما هو مبلول ومنقوع من قبلها في ميه يعني الوقت بيقل كتير. تمام. طيب هنبتدي نسلقه، هنحطه في ميه وفقط، وبعد كده هنبتدي نضيف له توابل في الاواخر. تمام. بصوا يا حبايبي دلوقتي انا خلاص ابتديت ان انا اسلق الحمص، وادي الزيت على النار عشان ابتدي ان انا اجهز. اول حاجه انا مفروض الزيت ده تمام بزيت البصل، الزيت اللي انا قليت فيه البصل، ودي معلومه مهمه جدا واول تركايه من قناتنا الجميله المميزه، وهي ان الزيت ده زيت بصل. تمام. يعني بقلي البصل اول حاجه خالص، وبعد كده ببتدي ان انا احط استخدم الزيت بتاعه في بقيه الاكل. طيب بعد ما الزيت سخن ببتدي ان انا انزل اول حاجه بسم الله الشعريه. ماشي. ابتدي ان انا انزل الشعريه، كميه الشعريه كلها اللي عندي، عشان طبعا هبتدي ان انا احمرها في الزيت. تمام. وباكد تاني ان ده الزيت ده زيت القلي بتاع البصل. طبعا الشعريه هتتحمر عادي خالص اكنك بتعملي رز، ما فيهاش اي افتكاسه ولا فيها اي مشكله. حمر الشعريه وهرجع لكم تاني. ما زالت الشعريه اهي شغاله فيها. طبعا هي الحمد لله يعني ما خدتش مني وقت لان الزيت كان سخن. اول ما الشعريه توصل للمرحله دي في اللون ده، مش عايزينها تحمر قوي عشان انا لسه هضيف عليها حاجات. اول ما توصل للون ده كده هبتدي ان انا اضيف لها بقيه المكونات. اول حاجه هننزل بيها هي الرز. تمام. كميه الرز طبعا انا عامله كميات قليله عشان اعرض الافراد، لكن انتي بتبتدي ان انت تعملي الكميات المناسبه لعدد الافراد بتاعتك. يعني انت بتاخدي النوع اللي انا بحطه وبتزوديه على حسب ايه، على حسب عدد الافراد اللي عندك. تمام. بعد ما نزلت الرز هبتدي برضو اديله تقليبه. اديت التقليبه للرز مع الايه، مع الشعريه. ماشي. تقليبه واحده بس بحيث ان انا الرز يتشمع بالزيت، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف على طول العدس اللي هو بجبه، اللي هو المغسول والمنقوع في ميه قبلها بشويه. ادي كميه العدس اللي عندي كلها، ابتديت ان انا ضفتها وهقلب برضو بكل سهوله. الكشري ده خلي بالك طريقته سهله جدا 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 جدا، ما بياخدش منك اي وقت ولا بياخد منك اي مجهود ولا يعني ايه، كلنا عارفين ان الكشري بتاع البيت بيعمل مواعين بقى كتير. لا، ده اسمه كشري الحله الواحده، يعني كله في حله واحده بمعنى الكلمه يعني. قلبنا كده دلوقتي احنا في مرحله ان احنا حطينا العدس، قلبنا مع الشعريه وقلبناه مع الرز، وقلبناه قبليها اول حاجه خالص مع العدس والشعريه والرز. تمام. تمام. بعد كده دلوقتي هنبتدي ان احنا نضيف التوابل. الاول التوابل بتاعتي بقى هحط ايه، هحط الفلفل اسمر. ماشي. وهحط كمون، وهحط كزبره وملح فقط. دي التوابل اللي انا محتاجاها، مش اكتر ولا اقل منها. هي دي اللي هتفيدني وهتظبط الطعم بتاع الكشري. كده انا حطيت زي ما قلت لكم ايه، فلفل اسمر وكمون وكزبره. تمام.
وفضلت اقلب. وبعد كده هحط بقى اخر حاجه خالص المكرونه. طيب هبتدي ان انا احط المكرونه الاول، اللي هي طبعا انا بعد ما حطيت التوابل حطيت المكرونه قدامكم اهي زي ما انتم شايفينها، اللي هي المكرونه الخواتم اهي دي. ماشي، المكرونه دي مش مسلوقه، المكرونه دي محطوطه كده. طبعا معلش الصوت اللي شغال ده صوت الكتل، لاني انا بغلي ميه عشان هستخدمها في سوى الكشري. هنقلب المكرونه برضو تقلبتين عشان تتشرب برضو من التوابل وتتشمع بالزيت وتختلط كويس قوي مع الحاجات اللي قبلها. تمام، قلبنا المكرونه كويس. بعد كده هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نحط اخر نوع مكرونه، اللي هي المكرونه اللي هي الاسباجيتي. ماشي. طب المكرونه الاسباجيتي دي هنبتدي ان احنا نحطها على وش الكشري، بس قبل ما نحطها هنبتدي ان احنا نكسرها ل3 احجام. يعني ادي المكرونه اهي قدامكم شايفين. ماشي، انا هكسرها 3 مرات. ادي اول مره وادي تاني مره. هي المكرونه الكشري ما بتبقاش طويله قوي، وهحطها على الوش. تمام. وبرده هدي تقليبه، بس تقليبه خفيفه عشان المكرونه بتبقى ايه طبعا ناشفه. هدي تقليبه خفيفه. تمام، ادي تقليبه اهي. واخر حاجه طبعا هنحطها وهي الملح والميه، وهنركز دلوقتي في خطوه الميه. تقليبه خفيفه زي ما قلت لكم، لان المكرونه مش محتاجه تقليب، لان هي ناشفه لسه مش هتتقلب معايا بسهوله. طيب عقبال ما الميه تسخن، لان انا عايزه ميه مغليه عشان ابتدي اسوي بيها الكشري، ودي هتبقى اخر خطوه. اظبط بقى التوابل بتاعتي تاني وهحط الملح. تمام، هحط الملح على حسب طبعا الرغبه. وهظبط دلوقتي خلاص انا ظبطت التوابل وجهزت كل حاجه. هبتدي احط الميه بتاعت ايه كشري، ودي اخر خطوه. بصوا بقى ركزوا معايا، ادي الميه اهي. ماشي، الميه هفضل احطها لحد ما اغطي الوش، بس اكني بعمل رز بالظبط. خلاص دلوقتي انا حطيت الميه تمام، وغطيت بيها وش الكشري بالمنظر ده كده، اكنها ميه رز عادي خالص. اول ما حطيت الميه وقلبت، اديكم شفتوا الايه المكرونه اللي هي الاسباجيتي ابتدت تنغمر بقى جوه بقيه المكونات. خلاص كده الميه بتغلي وتمام، وخلاص هروح مغطيه عليها وهسيبها بقى مع نفسها لحد ما يتشرب. وبعد كده هتابع معاكم برضو السوا. بس احنا من اول المرحله دي احنا بنسوي زي سوا الكشري العادي خالص. بصوا يا حبايبي دلوقتي خلاص انا هوطي في المرحله دي كده. رحت موطيه. بصوا خلاص اتشرب اهو، في ميه بسيطه. قلبنا تقليبه حلوه. ماشي، شايفين؟ بعد كده سوينا كده، وهنسيبه بقى مع نفسه يستوي بكل. طبعا النار زي ما قلت لكم خلاص وطيتها اكنها شمعه، سوى الرز العادي خالص يا بنات، ولكن طعمه بيبقى لذيذ جدا. وهوريكم بقى في النهايه ان شاء الله بعد ما يستوي. دلوقتي انا خلاص سايبه الكشري مهديه عليه، وابتديت ان انا انقله على عين تانية. ودلوقتي خلاص احنا هنبتدي نشتغل في الكبده. معايا طاسه على النار فيها حبه زيت. تمام، طبعا الكبده متبله اهي زي بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، والزيت ده طبعا سخن. وهبتدي ان انا انزل الكبده بكل سهوله كده في قلب الطاسه. هنوزعها كده وهنسيبها بقى مع نفسها. تمام، تاخد وتدي كده مع مع التوابل بقى، وتبتدي تتشوح. والريحه الجميله مش قادره اقول لكم على. احنا كده خلاص سايبينها على النار مع التوابل مع الزيت، تاخد وتدي معاهم. طبعا الريحه بقى هتبتدي تطلع وتظهر، مش قادره اقول لكم على ريحتها. وكمان هنضيف لها شويه اضافات بسيطه قوي. وبعد كده هنبتدي نقلبها، وهي اصلا ما بتاخدش وقت نهائي الكبده. تمام، وتقطيعه الكبده دي اسمها كبده عصافير. تمام كده. بصوا دلوقتي اثناء تشويح الكبده خلاص هبتدي ان انا انزل لها الفلفل. ده قرن فلفل رومي تمام، متقطع زي طرنشات كده بالمنظر ده. وهحط كمان توم بس كده، وكم 5 دقايق وهطفي عليه. تمام، هحط كمان يعني سنه توم. الكبده بتحب التوم جدا يا جماعه، يعني كل ما تحط لها توم
كل ما هتلاقي طعمها يعني خرافه الصراحه. ماشي، ادي التوم مع الفلفل، ده فلفل رومي عشان بس الاطفال والكلام ده. عايز تحطي فلفل حامي مفيش اي مشكله، بيخليها احلى واحلى. هتظبطي التوابل تاني، ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، وبعد كده تشويحتين خلاص. لان الكبده بالتقطيعه دي ما بتاخدش مني وقت خالص. هوريكم دلوقتي برضو الكشري، نبص عليه بصه ونشوف وصل معانا لحد فين في السوا. خلاص انا الكبده كده خلاص انا هطفي عليها. بصوا زودت لها التوابل اللي قلت لكم عليها، وده شكلها النهائي. مش قادره اقول لكم الريحه يا جماعه موصله لحد فين. الريحه جميله جدا جدا جدا، ملهاش حل الصراحه. بصوا ادي الكشري اهو تمام. بصوا انا اهو عريت عليه بس عشان اوريكم قد ايه هو خلاص 90% سوا. بقلبته مفلفل دلوقتي خلاص الكشري 90% سوا يا جماعه. بصوا بقلبه مفلفل في نفسه كده وجميل، ولا ماسك في نفسه ولا في اي حاجه خالص. ادي الكشري اهو تمام. دلوقتي عملنا الكشري خلاص وريتهولكم. وعملنا الكبده، وطبعا قلينا البصل. دلوقتي هنعمل الخطوات، بنفنش خلاص في طرق الكشري، وهي الصلصه. طبعا حاجه مهمه جدا وحاجه لازم نخلي بالنا منها عشان دي برضو بتطعم الكشري جدا. طيب ادي معايا حله صغيره على النار فيها معلقتين 3 من الزيت. طيب اول ما الزيت يسخن يا جماعه هنبتدي نعمل ايه؟ ادي الزيت سخن اهو، هنبتدي نحط توم تمام، معلقه قد معلقه الشاي كده صغيره من التوم. طيب اول ما التوم يبتدي يصفر شويه ريحته تطلع، انا مش عايزه التوم يحمر خالص، لا انا عايزه التوم بس ريحته تطلع كده حاجه بسيطه. هروح حاطه عليه الصلصه على طول. طماطميتين 3 4 كبار متوسطين، برضو كله بيرجع للكميه اللي انتي عاملاها. واحنا بقى مستنيين التوم كده يصفر كده. ما تنسوش طبعا يا جماعه ان انتوا ان شاء الله باذن الله كل يوم ليكوا جزء من القران الكريم ان انتوا تقروه، سواء بقى مثلا هتقروا على حسب مقدرتكم وعلى حسب فضاياكم. هنحط دلوقتي الصلصه، بسم الله الرحمن الرحيم، على حسب المقدره بتاعتكم وعلى حسب الفضا بتاعكم. بس لازم طبعا كل يوم نقرا قران بحيث ان احنا ان شاء الله على نهايه الشهر نبتدي ان احنا نختمه. متنسوش دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. وما تخلينيش طبعا زي ما قلنا قبل كده العزومات والخروجات والكلام ده تلهينا عن ان ده شهر عباده، وربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال. طبعا حطينا الصلصه هنديها تقليبه. هنحط برضو معلقتين 3 من الخل الابيض والتوابل بتاعتي. ادي الخل يا حبايبي اهو تمام. بس كفايه قوي كده. توابل الصلصه مهمه جدا جدا. هنحط كزبره ماشي، هنحط ملح، هنحط فلفل اسمر، هنحط كمون. وكمان التركيه بتاع قناه تركات لهلوبه الجميله، وهي هنحط لو عندك مرقه سايبه هتحطي معلقه صغيره، لو عندك مرقه مكعبات هتحطي نص مكعب من المرقه. بتفرق جدا وبتدي طعم مختلف للصلصه. ادي المرقه، انا عندي مرقه سايبه هحط معلقه صغيره بمعلقه الشاي كده تمام. وهحط برضو يا جماعه معلقه كبيره من معلقه الصلصه المعلبه اهي تمام. برضو بتفرق جدا جدا في طعم الصلصه بتاعت الكشري. خلاص كده حطيت كل المكونات. هقلب تقليبه كويسه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهسيب الصلصه تتسبك معايا بكل سهوله. وبعد كده يبقى خلاص هوريكم الشكل النهائي للكشري بتاعنا الجميل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم جدا جدا جدا. ده كده خلاص قوام الصلصه تمام، هي بتغلي اهي قدامكم، وده القوام بتاعها خلاص كده. صلصه الكشري برضو ريحتها جميله جدا جدا. هطفي عليها دلوقتي.
بصوا يا حبايبي، وده الشكل النهائي لطبق الكشري بعد ما انتهى خلاص. تمام، شايفين شكله؟ شايفين شكله وجماله وحلاوته؟ ادي الرز وادي الكبده من فوق اهي، وادي. بصوا يا حبايبي، ده الشكل النهائي لطبق الكشري بعد ما انتهى بالكبده الجميل جدا الرائع. بصوا شايفين شكله؟ شايفين التفاصيل؟ شايفين المكونات؟ طبق متكامل مش محتاج معاه اي حاجه خالص، بكتير وشويه سلطه او شويه مخلل. تمام. ادي البصل المقرمش الجميل بالطريقه اللي قلت لكم عليها. ادي الحمص بعد ما استوى. وادي طبعا اهم حاجه في الكشري بالنسبه لي انا الدقه والشطه. ادي طبق الدقه، وادي طبق الشطه. اقول لكم الدقه اتعملت على البارد بكل سهوله. عملنا ميه، حطينا عليها توم، حطينا عليها خل، حطينا عليها ليمون، حطينا عليها كمون وكزبره وفلفل وملح، وقلبنا كله على بعضه على البارد. وادي الصلصه، الشطه الزيت عفوا. سخنا معلقتين 3 زيت في طبق او في طاسه، ولما سخنوا حطينا عليهم معلقتين 3 شطه حاره، وبعد كده كبشه من الصلصه بتاعه الكشري، وانتهى الامر على كده. تمام. ونحط بقى وبالهنا والشفا على قلبكم، وعلى اللي يجرب الطبق بالطريقه دي بجد مش هيندم نهائي. وكل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش صلاتكم وصيامكم، وما تنسوش كمان قراءه القرآن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.